السلام عليكم بنات، شلونكم؟ طمنوني شلونكم برمضان ويا الصيام. مثل ما شفتوا كبسة مال لحم على طريقتي. هنا خليت شوية زيت واللحم، انتوا شقد ما تحبون الكمية ضيفوا، كل منو على قد عائلته. وهنا نحمس اللحم، نحاول شقد ما تحمسون احمسوه، لانه ويا المرقة من يذب المونة مالته كلش يطلع طيب. طبعا على نار ناصية واحمس بيه على راحتي. وهنا عرفته يحمس على راحته. أضفت راس بصل وسط وسنثوم، هم أخليه يحمس بس ما أخليه يحترق. أول ما يبدي يشوقر أحاول أكمل المواد. وهنا عندي حمس وصار بهذا الشكل هو البصل. ضفت فلفلة حارة حسب الرغبة بس راح تنطي طعم كلش طيب، وطماطة وحدة مقشرة ومثرومة ناعم، وهم أقلبهن وأخليهن يحمسن شوية. وهنا نومية بصرة وورقة غار وبهارات كبسة متوفرة عند أي عطار. وإذا ما عندك بهارات كبسة تقدرين تضيفين 7 بهار، وإذا ماكو 7 بهار انتي شكلي، لأن الكبسة بهارات مشكلة، يعني ذا كاري شوية، بابريكا، فلفل أسود شوية، بهارات جدر شوية، يعني هيجي موضوع. بس هي أفضل شي بهارات الكبسة، كبسة اللحم اللي هي متوفرة بكل مكان. وهي لايتين وشوي من كمون. وهنا خليتهم شوي ويا البهارات، طبعا الريحة تجنن. وهنا خاشوقة مال المعجون، هم شوية أوخر ريحة المعجون من عندها، أخليها شوية تنطبخ، وهيج أقلبه كله سوا. وهنا ذبيت ماء حار، ماء حار خليت. ضروري يكون ماء حار حتى اللحم ما يكض عندكم أو فتشي. وهنا قبقت الجدر والنصي ونعوفه. طبعا ما أعرف ليش انعادت هاي اللقطة، بس ما بيها حل أرجع أصمم من جديد. عبرولي إياها. وهنا استوى عندي، يعني صار المي ويا حد اللحم بالضبط. طفيته، وقبل ما أطفي بشوية ضفت الملح. وهنا أشيل اللحم ونومية البصرة والفلفل وكل شي أني مسويته بالجدر. يعني أعوف بس مي اللحم فقط. قولولي اليوم شناوين تسوون فطور. وهنا عندي التمن غسلته كل زين ومنقعته ربع ساعة. طبعا أنا التمن هذا أو الحباية الصغيرة
انتو تردون الحباية الطويلة يعني البزمتي او غيره هم براحتكم. نقعته ربع ساعة مو اكثر، وراح اطبخه بمي اللحم، وتخيلوا الطعم ايش راح يطلع. وضفت له اكثر شوية ملح، وهنا بدا ينشف كل شوي نجي نشوفه نقلبه منعوفه فرد نوب. ونغطيه ونعوفه، وهنا نشف وهدرته على نار ناصية عفته ربع ساعة عدل. وهنا شوية زيت جبت جدر غير اللي سوينا بيه كل شي، يعني جدر من الكاونتر. وضفت بصل أقراص، طبعا هاي فكرتي بس جدا جدا شي مميز وحلو وطيب بنفس الوقت. نحبس البصل نخليه لحد ما يشوقر. اللي وصل وياي بهالمرحلة بالفيديو أحبكم كلش. وهنا أنا طماطة مثرومة كلش ناعم ومقشرة، وهم نحمسهم كلهم سوا لحد ما يذوبون عندنا. وهناك حتى يصير طعم طيب جبت بهارات كبسة وشوي من كمون. عليت شوي النار حتى يحمس زين. وهنا ضفت اللحم رجعته، حتى اللحم يذب مو انت من تقلبين الجدر تصير المنى مال اللحم اللي فوق بالتمة تخبل. وهنا اني قليت بوتيتا بس ما صورت لكم. قليت بوتيتا اقراص حتى ما يطول عليكم الفيديو، واصفطها فوق اللحم هم كلش تصير طيبة. انتو تقولون قليتها لو قليتها، عودي اكتبولي بالتعليق. اتمنى تكونوا استفدتوا من الوصفة يا رب. والله انصحكم تجربوها كلش طيبة وسهلة ولذيذة وفد شي جديد، لان الباقين يطبخون التمن يجون رأسا يديروه فوق اللحم والمي. وهنا راح اكبس التمن فوقه اللي متهدر ربع ساعة وكامل وكل شي ما بيه، وهذا قدامكم. طبعا لو حباية طويلة كان طلع أرقى يعني شكله، بس الطعم نفس الشي. انتو شو تحبون اضيفوا. اللي استفاد لا ينسى يخليلي اشتراك بالقناة ويفعل زر الجرس ويعطيني لايك حلو وتعليق مثل وجهه. وهنا راح أعوفه على النار 5 دقايق على نار ناصية. وهنا مسوية تمر حبيت أشوفكم إياه. وهاي هنا كملت طبعا قلبتها وحمست فوقها فستق، تريدون لوز براحتكم. وهاي الشوربة أنا مسويتها أكيد شوربة العدس، موجودة الوصفة مالتها على القناة. طبعا اللبن أكيد أنا خابطته وتخبل، حتى الطرش مسويته موجودة طريقته على القناة. أحبكم كومة وأشوفكم إن شاء الله بخير، وتشوفوني إن شاء الله بفيديو جديد. باي.